السلام عليكم، اهلا يا ابطال جريد 3. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الليسون بتاعنا سهل جدا وبسيط، بس عايزين نركز فيه مع بعض. النهارده معانا من شابتر 2 lesson 7 commutative property in multiplication. تمام، تعالوا نشوف. احنا خدنا المره اللي فاتت المالتيبليكيشن، والنهارده هناخد من البروبرتي بتاعه المالتيبليكيشن هناخد الكوميوتيف بس. يعني ايه كوميوتيف؟ طيب، فاكرين لما احنا كنا بنقول 3 بلس 2 equal، دي في الادنج. 3 بلس 2 equal 5. تمام، 3 بلس 2 equal 5. طب لو انا قلت 2 بلس 3، 2 بلس 3 equal 5 برضو. تمام، يبقى انا كده عرفت ان ايه، ان الكوميوتيف موجودة في مين؟ في الادنج. طيب النهاردة لو انا قلت 3 times times 2، 3 times 2 يعني انا همسك ال 3 دي واكررها مرتين، يعني 3 plus 3 equals 6. تمام، طب انا لو قلت 2 times 3، يعني انا همسك ال 2 دي واكررها 3 مرات. 3 times 2، 2 times 3 هتبقى 2 plus 2 plus 2. 2 plus 2 4. 4 plus 2 equals 6. يعني أنا لو قلت 3 times 2 equal 2 times 3، يعني أنا كده عرفت إن أنا أقدر أعمل لهم إيه؟ إبدال. أقدر يكون موجود الكوميوتاتيف برضو في الإيه؟ في المالتيبليكيشن. تمام، تعالوا نشوف بقى النهاردة الليسون بتاعنا بيتكلم عن إيه، ونمشي خطوة خطوة. جاي يقول لي write how many. عايز يعرف الأول دول عددهم ايه، وبعدين write the multiplication sentence. تمام، فاكرين الرو والكولمز؟ تمام، طب تعالوا نشوف كده هنا في كام رو. عندي 1 2 3 4، عندي 4 rows. تمام، طب كل رو عندي كام objective؟ عندي هنا 1 رو اهو، عندي 1 2 3، عندي 3 items in ايه في كل رو، يعني اكتب of 3. تمام، طب تعالوا نشوف. يعني هو انا عايز اعرف الايه النمبرز بتاعهم، يعني اقول 4 times 3. 4 times 3، قرر 3 times. يبقى 4 plus 4، 4 plus 4 8، 8 plus 4 12. يبقى دي النمبر بتاعهم. تمام، هنا في كام رو؟ هنا 1 2 3، هنا في 3 رو. طب في كل رو عندي كام items؟ عندي 1 2 3 4، عندي 4 items. تمام، يعني اعمل 3 times 4. 3 times 4 يعني همسك ال 3 واعمل لها repeated 4 times. 3 plus 3 6. 6 plus 3 9. 9 plus 3 12. ده هي شفت هنا طلع لي 12 وهنا طلع لي 12. يعني انا لو قلت 4 times 3 هي لو قلت ايه، لو قلت 3 times 4. دي عندي كده حققت ايه؟ المالتيبليكيشن كوميوتيتيف. تمام، هنا جايب لي ايه؟ هنا جايب لي جروبس وعايز يعرف. تمام، وعايزني برضو اعمل ايه؟ اكتب المالتيبليكيشن سنتنس. تمام، عندي كام جروب هنا؟ 1 2 3 4 5، عندي 5 groups. how many items in one group؟ 1 2 3 4، عندي 4 items. تمام، يعني 5 times 4، يعني اعمل ال 5 دي repeated how many 4 times. 5 plus 5 10 plus 5 15 plus 5 20. تمام، هنا في كم جروب؟ 1 2 3 4، عندي 4 groups. how many items in one group؟ 5 items، يعني 4 times 5. يعني ال 5 ال 4 repeated 5 times. 4 plus 4 8. 8 plus 4 12. 12 plus 4
16 plus 4 20. يبقى كده نفس the same result. تمام، يعني انا لو قلت 5 plus 4 هي لو قلت 4 times 5. تمام، نشوف بقى اللي بعدها عشان نفهم اكتر. هنا بيقولك write the multiplication sentence for each array, then draw the array that shows the commutative property. تمام، عايز يعرف انا السنتنس بتاعت كل array. هنا عندك كام؟ هنا عندي 1 2 3، عندي 3 row. times عندي كام هنا؟ how many items in one row؟ 1 2 3 4 4 items، يعني 3 times 4. انا كده كتبت كده كتبت multiplication sentence. تمام، طب هو عايز بعد كده؟ then draw the array to shows the commutative property. يعني ايه commutative property؟ يعني انا لو عامله 3 times 4 هو عايزني اعملها 4 times 3. طيب يعني انا اقدر ارسم، اقدر بدل ما كان اخلي الرو بالمنظر ده اقدر اخليه اخليه كولم. تمام، يعني انا عندي هنا بقى عندي كام رو؟ بقى عندي 1 2 3 4، بقى عندي 4 رو. و how many items in one row؟ 3. يبقى انا كده جبت جبت الكوميوتيتيف بروبرتي. يبقى انا عرفت ان 3 times 4 equal 4 times 3. تمام، تعالوا نشوف هنا في كام كولم. هنا في كام كولم؟ 1. كنت بمشيها كده 1 2، عندي 2 كولم. وعندي كام items in one column؟ انا عارفه ان الكولم كده. كام items عندي؟ 1 2 3 4 5 6، يبقى 6. تمام، وعايز بعد ما انا جبت المالتيبليكيشن سنتنس؟ عايزني اجيب الكوميوتيتيف بروبرتي. تمام، تعالوا نشوف. انا لو مسكت ده وخليت خليت الرو بقت كولم والكولم بقت رو اهي، عكستها. تمام، هنا بقى عندي كام كولم؟ بقى عندي 1 2 3 4 5 6، بقى عندي 6 كولم. و every column have 2 items، يعني 6 times 2. يعني انا دلوقتي عرفت ان 2 times 6 هيها 6 times 2. هنا جاي بيقول لي draw the array on the grid according to its multiplication multiplication sentence, then draw the array that shows the commutative property, then complete the first one is done for you. تمام، بيقول لي ان اول واحده هو عاملها وبيقول لك اعمل الباقي زيها. هو اول حاجه عرفنا ان احنا عندنا هنا عاطيني 3 رو. عاطيني 3 رو، يعني اخد الاول 3 first 3 رو هنا وعمل لهم coloring. تمام، وقال لي ان كل 3 رو في 5 5 square colored. تمام، وقلت 3 times 5 equal 15. تمام، هنا خليت بدل ما هو 3 رو خليتهم 5 رو. بقى عندي 5 رو، بقى عندي 1 2 3 4 5 رو، وكل رو فيه 3 items بس. هنا عطيني كام رو؟ هنا عطيني 2 رو اوف 4، يعني 4 items. تمام، يعني انا عندي 2 رو وكل رو فيه 4 items، يعني انا عندي 1 2 3 4، عندي هنا 4 هعمل لهم color. ده كده first رو، وهنا ده second رو، يبقى انا كده بقى عندي 2 رو. تمام، وبقى عندي 2 times 4، يعني 2، يعني انا مسكت ال 4 دي كررتها كام عملت لها مسكت ال 2 دي عملت لها repeated 4 times، يعني 2 plus 2 4 4 plus 2 6 plus 2 8،
يبقى الانسر بتاعتي 8. ها هنا جاب لي 4 رو، عارفة ان انا همشي 1 2 3 4. تمام. وكم ايتمز؟ 2. يبقى انا هاخد الاتنين دول بس. ها 1 2. يبقى انا كده عملت لهم coloring. ها الفور هعمل لها repeated 2 times. 4 plus 4 8. يبقى انا كده عارفة ان 2 plus 4 2 times 4 equal 4 times 2 equals 8. تمام. اللي بعده هنا جايب لي 3 rows. تمام. انا عارفة ان انا همشي 1 2 3. ها هاخد كام سكوير؟ 4 squares اهم. 4 squares نعمل لهم color. تمام. 3 times 4 همسك ال 3 دي واعمل لها repeated 4 times. ها 3 plus 3 6. 6 plus 3 9 plus 3 12. ها هنا 4 rows يعني همشي 1 2 3 4. 4 rows. وهاي how many items؟ 3 squares اهو. ادي اول 3 squares. ها 3 times 4 هتبقى همسك ال 4 واعمل لها repeated 3 times. 4 plus 4 8 plus 4 12. ها يعني كده طلع the same result. تمام. يعني 3 times 4 equals 4 times 3 equals 12. هنا 1 row وفي 5 items يعني 1 2 3 4 5. يبقى ال 5 ايه ال 5 squares دول. ده كده 1 row. تمام. 1 times 5 equals 5. تمام. ليه؟ لاني مسكت ال1 دي وعملت لها repeated 5 times يعني 1 plus 1 2 plus 1 3 plus 1 4 plus 1 5. طيب هنا جايب لي 5 row 5 row 1 2 3 4 5. كل row فيه 1 ايه 1 square. يبقى انا هعمل colored للرو ده لل5 row دول. تمام. 5 times 1 5 times 1 يعني ال5 repeated how many 1 times يبقى equal 5. يعني انا عارفة ان ال1 times 5 equals 5 times 1 equals ايه equals 5. تمام. complete the following. هنا جايب لي كام جروب؟ ها 1 2. جايب لي 2 groups of ايه how many items in one group 3 items. يعني 2 times 3 ال 3 دي هكررها 2 times. ها 3 plus 3 equals 6. هنا كام جروب 1 2 3. يبقى عندي 3 groups of 2 يعني 3 times 2. ها يعني 2 plus 2 ايه 4. 4 plus 2 6. يعني 2 times 3 equals 3 times 2 equals 6. ها complete 3 times 5 equals انا عارفة ان دي ايه commutative multiplication. تمام. يبقى 3 times 5 equal 5 times 3. هنا برضو. طيب هنا جايب لي الميسنج و times 8 equal 8 times 7. يبقى هنا ايه ال 7. طب 7 times 10 equal 10 times 7. طب number times 6 equal numbers times 4. انا عارفة ان هنا ايه multiplicative ايه commutative. يبقى هنا ال 4 وهنا ال 6. ما انا عارفة ان هما 2 numbers. لو قلت ان 2 times number equal ايه equals 3 times 2 equal 3 times ايه missing. يبقى انا كده عارفة ان هنا هيبقى 3 وهنا هيبقى 2. تمام. فهمناها طبعا من ايه من الامثلة. وهي lesson النهاردة بسيط جدا. تمام. هنا جايب لي 5 plus 5. 5 plus 5 10 plus 5 ها 15 plus 5 20. يبقى انا كده عملت repeated لل5 4 times. ها يبقى 5 times 4 تبقى equal 4 times 5. هنا جاي يقول لي اعمل match.
تمام. هنا 3 times 4 3 times 4 قلت ان في commutative of a of multiplication، يبقى انا عارفة ان 3 times 4 equals 4 times 3. طب هنا 2 plus 2 repeated how many times؟ 1 2 3 4 5. يبقى ال 2 عملت لها repeated 5 times، يبقى 5 times 2. 5 times 3 هياها 3 times 5. 5 times 1 قلنا ان ال 5 times 1 equal ايه؟ equal 5. هياها 5 plus 0 5 plus 0 برضو equal 5. يبقى هعمل لهم ماتش. وبكده نكون خلصنا الليسون بتاعنا. يا رب يكون سهل وتكونوا كلكم فهمتوه. واللي عنده اي مشكلة في الليسون يبعتلي على صفحة الفيسبوك، وانا بإذن الله هرد عليه. واتمنى يكون الليسون بسيط عليكم، ويا ريت كلنا نعمل شير لو استفدنا عشان زمايلنا كمان يستفادوا. ما تنسوش تعملوا لايك، واتمنى اشوفكم في الليسون الجاي، واشوفكم على خير بإذن الله. سلام.